من اعظم العلماء في تاريخ مصر دكتور احمد زويل، دكتور سميره موسى، وانس ممدوح. اللي هو الكليه بتاخد من علم علوم وعلم رياضه، ونظام الدراسه فيها بنظام الساعات المعتمده الجي بي اي. كليه علوم من اكتر الكليات اللي فيها اقسام، لدرجه انهم وصلوا اكتر من 30 قسم، بس مش هتلاقيهم في كل الجامعات. متوزعين على 4 شعب، 3 شعب منهم مجاني وشعبه واحده كريدت. اول شعبه معانا هي شعبه الجيولوجيا، فيها في حدود 6 اقسام، من اشهرهم قسم الجيوفيزياء اللي هتلاقيه في معظم الكليات، والشعبه دي بتاخد من علم علوم ومن علم رياضه. تاني شعبه وهي الشعبه الاشهر شعبه البيولوجي، بيوصل فيها لاقسام ل 14 قسم، وبتاخد من علم علوم بس. من اشهر اقسامها زي قسم الميكروبيولوجي وقسم الكيمياء الحيويه وقسم الحيوان والبيئه والنبات والحشرات. تالت شعبة معانا شعبة الطبيعة، ودي بيوصل فيها ل 11 قسم، وبتاخد من علم الرياضة بس. ومن أشهر أقسامها الكمبيوتر ساينس، علوم الحاسب والرياضة والفيزياء والكيمياء. الشعبة الخاصة دي اللي بفلوس، اللي من أشهر أقسامها قسم جيولوجيا البترول وقسم الاس اي ان. خريجين كلية العلوم ليها وظائف كتير جدا، حتى بيسمونا الدخل عشان بندخل على أي مجال جنبنا. فممكن نشتغل في شركات البترول، شركات الأغذية، وشركات الأدوية، أو تعمل دبلومة كيمياء وتفتح معمل تحليل، أو دبلومة تربوي وتبقى مدرس. ده غير السفر بره وغير الضباط المتخصصين. التنسيق الداخلي لكلية علوم بتبدأ تتخصص من تانية وتالتة، ده بالنسبة للأقسام المجانية. أما بالنسبة للقسم الكريدت فأنت بتتخصص من سنة أولى. بالنسبة للرأي الشخصي في كلية علوم دي لو جات لك فدي فرصة العمر، فما تضيعهاش. بس برضه خليك عارف ان الكليه دي كليه تقيله وفيها عتاوله. كل اللي ما لحقوش طب او صيدله بيروحوا الكليه دي عشان يثبتوا نفسهم، فابدا جد عشان تقدر تنافس معاهم. ما تنساش تعمل لي كومنت بالكليه اللي عايزني اتكلم عليها الفيديو الجاي. انا انس ممدوح، وده تعلم.